زمان كده ايام ما كنت بروح الجامعه كنت بركب الميني باص الكبير اللي هو بتاع جيزه دقي. كان الميني باص ده بيعمل حاجه غريبه قوي. كنت واقف الصبح مش لاقي حاجه اعملها، فكنت بقعد اتفرج على اللي بيحصل يعني. انا كنتش بحب اقف في الطرق اللي في النص، كنت بفضل واقف كده على جنب بتفرج عليه. فهو واقف بيحمل عامل لي يقول جيزه دقي جيزه دقي جيزه دقي. وبعدين بدا يبقى في صف جنبي من الناس مش عايزه تركب برضه تقف في الصف اللي في النص، فبيروح جاي فجاه متحرك خطوتين كده. فبتلاقي فيه ربع الصف اتوتر كده، فقال ايه ده يا نهار ابيض، ده مفيش اتوبيس تاني، فانا هروح اركب ده وخلاص. بعدين راح واخد خطوتين كمان، فتلاقي ربع كمان من الصف اتحرك لغايه ما يبدا يلقط بالمرايه وراه ان في اتوبيس تاني داخل، يروح يلا يا جماعه انا هطلع مش عارف ايه وبتاع، فتلاقي كام نفر كمان طلع ويروح طالع متحرك. فكنت مسمي ده وانا صغير بقى قبل ما اتعلم اي حاجه جيزه دقي افكت. لغايه ما كبرت اتعلمت وعرفت ان في حاجه اسمها الفومو، فير اوف ميسنج اوت. ده واحده من الطرق البيزك في البيع، انك تحسس اللي قدامك انت مستني، انت بتخسر حاجه. خلي بالك في ناس كتير ركبت وهتوصل وانت هتفضل واقف. خلي بالك في ناس ركبت وهتوصل، احتمال انت تركب في الزحمه وتتبهدل. خلي بالك انت احتمال ما تقعدش على الكرسي، بس احتمال تلحق الامتحان. اما لو قعدت على الكرسي في العربيه اللي بعديه، فعقبال ما يحمل ويعمل اللي انا عملته ده غالبا انت مش هتلحق الامتحان. قيس ده بقى على كل حاجه. عرض حصري، عرض لمده مش عارفه ايه، الحق بيعملوا ايه، اخر 3 قطع، اخر مش عارفه ايه، المكان الشيء ده اشتراه 1000 بني ادم امبارح. كل دي حاجات بتاعت فومو، انك تحس انك فايتك حاجه. البني ادم بطبعه ده حاجه سيكولوجيه. احنا كائنات زينا زي الحيوانات عموما، بنتاثر بتصرف الجماعه، ما بنحبش نبقى لوحدينا. انت ما بترتاحش وانت ماشي لوحدك في الشارع، الا قليلا يعني من الناس اللي هي خلاص جابت اخرها من الناس التانيه. بس يعني في الطبيعي انت بتبقى ماشي وعايز تمشي، لو لقيت الناس كلها جت فجاه بتجري عكسك هتلاقي نفسك غصب عنك مخك بيقول لك لف واجري انت كمان. ليه؟ دي حاجه سيكولوجيه. فالناس الكوميرشال بتحاول تتاكل الحته دي، تقعد انه ايه يا نهار ابيض في 1000 واحد اشتروا الكيس ده امبارح. في 1000 واحد وانت لسه ما اشتريتوش. يا نهار ابيض، انا حاسس بفكر فيه وعامل له اد فيفورت، بس هو فاضل فيه 3 في الستوك. فبتلاقيه بيبروزك المعلومه دي على اساس انك خد اكشن بسرعه، والا هيبقوا فاضل 2 1 او مفيش حاجه متبقيه. او تلاقي الاوفر مثلا على ابلكيشن تحتيه كاونتر عمال يقول لك فاضل دقيقتين، فاضل 3 دقائق. الفومو. الفومو واحده من الكونسبتس اللي محتاج تفكر ازاي تستخدمها صح. ويا ريت طبعا تستخدمها في حاجه ذات قيمه، علشان ما تبقاش بتمانيبيليت وانت بتبيع نصبايا. حاول تكون بتبيع حاجه حلوه لناس محتاجاها فعلا، وانت كتاجر شاطر بتحاول تزقهم يشتروها في وقت مختلف عن الوقت اللي بيبلانوه، بس تبقى حاجه فعلا تستاهل، ما تبقاش بتبيع الهوا يعني.